السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات ازاي تخلي بيتك سمارت. النهارده هتكلم عن موضوع محدش او ما اعتقدش حد اتكلم عنه بالعربي، افضل 5 اوتوميشن موجودين عندي هنا في البيت. بما ان انا عامل البيت بتاعي سمارت من شهر 6 اللي فات مثلا لغايه دلوقتي تقريبا 6 شهور او اكتر، فانا حابب انقل تجربتي. هتكلم عن افضل 5 اوتوميشن موجودين عندي في البيت هنا وبيسهلوا علينا انا والاسره حياتنا، وان شاء الله ممكن ده يديكم افكار عن الاوتوميشن اللي ممكن تعملوها في البيت وممكن تطوروها وتعملوا اوتوميشن افضل من اللي انا عاملها. يلا بينا. اول اوتوميشن عايز اتكلم عنه هو الاضاءه. طبعا الاوتوميشن ده سهل جدا، وطبعا بديهيا هو من افضل الاوتوميشن اللي موجودين في البيت عندي. ان انا اما كل ما ادخل في مكان النور بينور. طبعا الاوتوميشن ده عشان يشتغل محتاج حاجتين. اول حاجه محتاج طبعا سنسور موشن سنسور. تاني حاجه بيحتاج ان انت اللمبه بتاعتك تكون سمارت او تقدر تتحكم فيها بشكل سمارت. تاني اوتوميشن حابب اتكلم عنه هو ساعات كتير غرفه النوم عندي بتبقى الستاير مفتوحه بتاعتها، وبالتالي لو انا دخلت الغرفه النور بينور عليا كده الغرفه كلها مكشوفه لاي حد من الجيران. بما ان الستاير عندي سمارت عملت اوتوميشن يخلي الهوم اسيستنت يشوف حصل ان الموشن سنسور ادى اشاره ان انا دخلت الغرفه، يعني هيبدا يشوف لو كانت بعد الساعه 5 بالليل هيروح على الستاير الاول ويقفلها وبعد كده يفتح الاضاءه، وبالتالي انا كده مش مضطر ان كل مره ادخل الغرفه الاقي النور نور عليا واطلع اجري عشان اقفل الستاير. الاوتوميشن اللي هتكلم عنه دلوقتي ده بحبه جدا جدا لانه بيعمل في البيت هدوء وسكينه وراحه نفسيه. الاوتوميشن باختصار ان انا بخلي الهوم اسيستنت كل 3 ايام بيشغل سوره البقره في الغرف اللي عندي في البيت في ال3 سماعات اللي موجودين، ويوم الجمعه يشغل سوره الكهف. طبعا الاوتوميشن مش محتاج اشرح ايه فايدته. في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه. الاوتوميشن الرابع ان بنتي مش بتحب تنام في الضلمه، وبالتالي بتبقى هي قاعده على السرير لازم النور يكون مفتوح، نور الغرفه، وفي نفس الوقت بيسبب ازعاج عشان هو نور قوي شويه. فاستغليت ان عندنا في اللمبه اللي هي السمارت بتاعت شاومي، وحطيت جنب السرير زرار سمارت بتاع شاومي برضو. الاوتوميشن باختصار هي اول ما هتضغط على الزرار الهوم اسيستنت بيشوف لو كانت الساعه عدت الساعه 8 بالليل بيطفي نور الغرفه وبيفتح اللمبه السمارت بتاعت شاومي على اقل قوه اضاءه عشان تبقى عامله ضوء خافت زي السهاره كده مثلا. ونقطة تانية مهمة جدا كان لازم اضيفها في الاوتوميشن ان هو يقفل الاوتوميشن اللي بيفتح نور الغرفة الاساسي، لان طبعا اي حد لو دخل الغرفة بعد كده بالموشن سنسور اللي جوه بيشوف ان في حد دخل وبيفتح النور تاني القوي اللي هو ضوء الغرفة الاساسي. فبالتالي كان لازم اضيف خطوة ان الاوتوميشن يتقفل لمدة 12 ساعة. وزودت تاني حاجة ان هي لو داست مرتين على الزرار بيشغل اذاعة القرآن الكريم في السماعة اللي موجودة جنبها. وعشان احنا في الشتاء والجو اليومين دول برد جدا جدا وموجة البرد عندنا بتبقى فظيعة، خصوصا ان احنا هنا في اكتوبر اخر مكان متطرف، فدرجة الحرارة عندنا بتوصل لغاية 12. ولان فواتير الكهرباء دلوقتي بقت بتلسع اكتر من الدفايات حولت فيشة عادية ان هي تبقى فيشة سمارت اقدر اتحكم فيها، وعن طريق الميني سمارت سويتش هتلاقوا اللينك بتاع الحلقه هنا فوق، ووصلت بيها الدفايه. طبعا الميني سمارت سويتش زي ما قلت لكم قبل كده بيشتغل على 16 امبير وبالتالي يقدر يشيل دفايه. وصلت عليه الدفايه والاوتوميشن كان كالاتي: كل يوم الاوتوميشن ده بيشتغل بعد الساعه 10:30 بالليل لو كانت درجه الحراره اقل من 20 درجه مئويه بيبدا يشغل الميني سمارت سويتش وبالتالي يشغل الدفايه لمده نص ساعه ويقفل السويتش. الاوتوميشن بيشوف تاني لو درجة الحرارة بعد مثلا نص ساعة او بعد ساعة او بعد ساعتين نزلت تاني عن درجة حرارة 20 يبدأ يشغل تاني الاوتوميشن تاني. وبالتالي قدرت احقق المعادلة ان انا احافظ على درجة حرارة الغرفة
الى حد ما مش بارده قوي. انا مش عايز طبعا اخليها دافيه جدا، ممكن اخلي الاوتوميشن يخلي الاوضه تبقى دافيه جدا، بس خاف على الطفل ما يطلع مثلا من مكان دافي لغرفه تانية الجو ساقع، ده هيتعب صدره وهيعمل له مشاكل. وبالتالي قدرت احافظ ان درجه الحراره الى حد ما معتدله، وفي نفس الوقت قدرت احاول اوفر في فاتوره الكهرباء. دول افضل 5 اوتوميشن موجودين عندي حاليا. في موضوع تاني انا عايز اتكلم عنه، بس مش عارف هل هتشجعوني ان اتكلم عنه ولا لا. عايز اتكلم عن عيوب السمارت هوم. يا ريت لو عايزين نتكلم في الموضوع ده باستفاضه واقول لكم ايه العيوب اللي هي قابلتني، او ايه هي المساوئ بتاعه السمارت هوم، او الحاجات اللي انا شفتها ما حبيتهاش في السمارت هوم. لو مهتمين بالموضوع ده يا ريت تكتبوا لي كده في التعليقات من تحت. سلام.